بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ جايين النهارده نتكلم عن مشوار الزمالك في الكونفدرالية بعد ما الحمد لله اتأهلنا رسمي اول مجموعة بعد الفوز على كايزر تشيفز 2-1. الماتش كان امبارح، عملنا ماتش كبير وتأهلنا الحمد لله اول مجموعتنا وصعد معانا كمان في مجموعتنا المصري البورسعيدي. فكده الزمالك بقى اول مجموعته اتأهل رسمي، والمصري تاني اتأهل مع الزمالك. فتعالى بقى نشوف مين الفرق المرتقبة ان الزمالك ممكن يواجه حد منهم يعني في المجموعات التانية. بما ان الزمالك طلع اول مجموعة، فالزمالك هيقابل احد التواني اللي في المجموعات التانية. فتعالى نبص في مين الفرق اللي ممكن ان احنا نقابلهم. اولا احنا قدامنا ثلاث فرق، التلاتة مفيش فيهم فريق صعب. يعني هما صعوبات متدرجة شوية. فرقتين سهلين من وجهة نظري يعني، وفريق تالت هو مش صعب، مش مستحيل يعني، فريق في المتناول جدا. فاحنا جايين النهاردة نتكلم عن الموضوع ده. الأول سيب لي لايك وسبسكرايب للقناة، وحط لنا كومنت كده توقع الزمالك ممكن يقع قدام مين، ويلا بينا نبدأ. اول مجموعه لو جينا نبص عليها هنلاقي المجموعه اللي اتاهل فيها مركز تاني، اولمبيك اسفي. ده نادي مغربي، وده اصعب فريق ممكن ان انت تقابله في الفريق في الفرق اللي انت ممكن تقابلها يعني في دور الثمانيه، دور ربع النهائي. فاول فريق واصعب فريق ممكن الزمالك يقابله هيبقى فريق اولمبيك اسفي. فريق مغربي. انا اسف لو بقرا الاسم غلط، او لو بقرا الاسم بتاعه غلط يعني، بس اصدقائنا في المغرب ممكن يصححوا لنا يعني لو احنا غلط. الاول زي ما بقول لك، اول فريق ممكن تقابله هو اولمبيك اسف المغربي، فريق متاسس 1921. يعني الفرق بينه وبين الزمالك كتاريخ تاسيسي يعني مش كبير. الزمالك اقدم بعشر سنين، بس مش قصه يعني. فريق عريق يعني وكبير، له تاريخ في المغرب زي ما بنقول. بس هو حاليا بيعيش اوقات صعبه. مش مركزه في جدول الترتيب الاخير في الدوري المغربي. جمع 13 نقطة من المجموعات. بيكسب بره ارضه، يعني كسب ماتشات بره ارضه، بس هو خسر ماتش من اتحاد العاصمة جوه ارضه، يعني خسر ماتش في المغرب. ودي حاجة لازم الزمالك يشتغل عليها لو كان اولمبيك اسفي هو المنافس بتاع الزمالك في دور الثمانية. عندهم ابرز لعيبه اولمبيك اسفي طبعا. في لعيب اسمه موسى كونيه، هو مهاجم سنغالي تقريبا. هو ده ابرز لعيبتهم، ومعاه لعيب برضو اسمه سفيان المودن او حاجه زي كده. انا اسف برضو تاني لو بنطق الاسم غلط، بس زي ما قلنا زمايلنا في المغرب ممكن يصححوا لنا يعني. فده اول منافس ممكن الزمالك، أو منافس متوقع ممكن الزمالك يقع قدامه. طبعا فريق في المتناول جدا جدا بالنسبه للزمالك. هو فريق زي ما انا ما قلت لك، فريق كبير وفريق عنده تاريخ. بس انت لو هتقارنه بالزمالك، لا، الفرق كبير قوي. الزمالك اكبر، والزمالك تاريخيا اقوى، وافريقيا تعرف امجاده يعني زي ما بنقول. الفريق التاني اللي ممكن، الفرقتين التانيين عامه اللي ممكن الزمالك يقابلهم، هما الفرقتين الكونغوليين، الفرقتين من الكونغو الديمقراطية. أول فريق ممكن نقابله فريق اسمه مانياما يونيون. أول مرة أسمع عنه بصراحة. وهي دي الحاجات اللي بتبقى موجودة في الكونفدرالية يا جماعة. هتلاقي مانياما يونيون، هتلاقي عزام. يعني فريق مانياما يونيون هو جمع 12 نقطة من مجموعته، يعني اكتر تقريبا من اي حد في مجموعتنا. احنا الزمالك صاعد اول مجموعته ب 11 نقطة، فمانيما يونيون ده صاعد التاني ب 12 نقطة. فهو واضح ان هو فريق بيعرف يلم بنقط يعني كويس. فريق في المتناول، فريق كونغولي في المتناول، ممكن الزمالك يقدر يتعامل معاه جدا يعني. الفريق ده هو صعد، وكان معاه عزام يونايتد برضو في المركز الثالث ما صعدش. عزام يونايتد ما صعدش. بس الفرقتين في اخر جولة كانوا داخلين وهما الاثنين 9 نقط، اي فريق منهم ممكن يصعد. بس مانيما يونيون قدر ان هو يحسم التأهل، وعزام يونايتد خسر الماتش الاخير. تالت فريق ممكن الزمالك هيقابله، وده اخر فريق معانا النهارده، وهو فريق برضو كونغولي من الكونغو الديمقراطيه. فريق اسمه اوتوهو. جمع 9 نقط من المجموعه. ما عنديش اي معلومات عنه، ولا هو ولا مانيما يونيون. معرفش مين ابرز لعيبته، معرفش ايه تاريخه، معرفش ترتيبه في الدوري الكونغولي قد ايه، ولا مركز كام. لكن ممكن نتكلم في الفتره الجايه لما نعرف مين اللي هنقابل مين فيهم يعني. ممكن نبقى نعمل فيديو ونحللهم ونتكلم عنهم وكده.
كده ده الزمالك قدامه طريق من الثلاث طرق اللي انا قلت لك عليهم دول. يا اما ان انت تقابل اولمبيك اسف المغربي، ودي هتبقى اصعب مواجهه ممكن انت تقع قدامها، يا اما تقع قدام منياما يونيون او اوتوهو، الفرقتين الكونغوليتين. اي فريق من الثلاثه انا شايف ان الزمالك يقدر يتاهل بسهوله، بس مش عايزين ان احنا نصدر ده للعيبه وللجهاز الفني. لازم ان احنا نحسس الناس دي ان انتوا لسه ما عملتوش حاجه. هم فعلا لسه ما عملتوش حاجه، لاي حد في نادي الزمالك. يا جماعه انتوا لسه ما عملتوش حاجه، انتوا مجرد صعدتوا من مجموعات الكونفدراليه. ده مش طموحنا، وده مش ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نروح دوري الابطال وعايزين ناخد البطوله، مش مجرد ان احنا نشارك وخلاص. لان احنا بقالنا الزمالك بقاله اكتر من 20 ولا 23 سنه، من 2002 الزمالك بقاله 24 سنه ولا 25 سنه اهو ما اخدش البطوله. دي حاجه ما تليقش باسم كبير زي اسم الزمالك، وما تليقش بتاريخ كبير زي تاريخ كيان نادي الزمالك. فنتمنى ان اللعيبه تعمل كل اللي تقدر عليه عشان تتاهل، تاخد البطوله، فتشارك في سوبر افريقي، فيجيلك بطوله تانية، فتقدر ان انت تحسم في الدوري مثلا. يا رب نفوز بالدوري، احنا نقدر. محدش يقول لي الموضوع صعب بتاع، انا عارف ان الموضوع صعب، بس الزمالك يقدر بالتيشيرت بس ينزل يكسب اي حد. فاتمنى ان احنا نقدر نحقق الدوري، او على الاقل ناخد مركز تاني. هو مش طموحنا، بس عايزين نتأهل لدوري الابطال. بقالنا كتير قوي بعيد، ولازم ان احنا نرجع مكاننا تاني، لان ده مكان الزمالك. دوري ابطال افريقيا مكان الزمالك، مش مكان بيراميدز. وبيراميدز هو اللي اخد مكاننا، مش حد تاني. يعني انا زملكاوي جدا بس هو بيراميدز فعلا اللي اخد مكاننا، اللي هو اللي بقى بيروح دوري الابطال مكاننا، هو اللي اخد بطوله مكاننا. فهو بيراميدز هو الغريم دلوقتي. الاهلي ملناش دعوه بيه. وانا اصلا بصور دلوقتي وماتش الاهلي والجيش الملكي شغالوا مقطعين بعض، وازايز وحدف ازايز في الملعب وشتايم وحاجه اخر قله ادب يعني. فده كان مشوار الزمالك، وباذن الله ربنا يسهل ويكرمنا ونتاهل باذن الله في دور التمانية. بس نشوف بس مين اللي هيقع قدامنا، وباذن الله ساعتها نطلع نتكلم ونحلل الفرق اللي هتقابلنا وكده. بس ده كان كل اللي عندي في الموضوع النهارده. كنت جاي بس اقول لك طريق الزمالك، ولو ممكن نقابل مين، وايه ايه الفرقه اللي ممكن نخاف منها. بس مفيش فرقه تخاف منها في الثلاث فرق. باذن الله الزمالك قادر ان هو يعدي اي حد من الثلاثه. اتمنى ما نقابلش اولمبيك اسفي، مش خوف من اولمبيك اسفي، مش عايز اقابل فريق عربي بس. وماتشات المغرب بتبقى صعبه، ولاعيبتنا لسه في لاعيبه كتير صغيره وما عندهاش خبره، ولاعيبه شباب مش عايز احطهم في موقف زي ده. ده كان كل اللي عندي، اشوفكم بخير باذن الله الايام الجايه. واول ما يتحدد هنقابل مين هتلاقوني عامل فيديو وبنحلل الفريق اللي هنقابله باذن الله. بس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس، واكتب لي في الكومنتات دلوقتي انت متوقع ان الزمالك يقابل مين. سلام.